السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير عليكم. نرحب بكم في قناتي لمسة لونا تي في. نتمنى ان شاء الله انكم ما تبخلوش عليا بالجيم والبارتاج، باش تكبر العائله تاعنا. اليوم ان شاء الله جبت لكم فطائر قطنيه بعجينه بزاف خفيفه وحشو اقتصادي وبزاف لذيذ، ويجي مشمخ، يجيو مشمخين من الداخل. هنا العجينه عندنا كاس حليب دافي، مغرفة سكر، مغرفة خميرة، وحبة بيض. نخلطوهم مليح. البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. نمزجوهم مليح حتى هذاك البيض يذوب لنا. نزيدو لهم ربع كاس زيت ونخلطوهم. لهنا تقدروا ديروا بالمغرفة 3 مغارف زيت عادي. ديروا مغرفة صغيرة ملح ونص مغرفة خميرة تاع الحلوى. تمزجوهم مليح ونضيفوا الفرينة تدريجيا. في الأول نضيفو ونحركو بالسباتول برك، ومن بعد كي تبدا تحكم راحة نبداو نخدمو باليد. هنا نخدم بيدي من الأحسن يعني. نلمو بالفرينة حتى نتحصلوا على هذا القوام، قوام يكون طري ويتلاصق بزاف في اليد. شوفوا لهنا كي تحطوها فوق البوطاجي تخدموها راح تبان لكم باللي راهي بزاف طريه. ما تخافوش منها، ديروا لها نص مغرفه زبده يعني اختياري ولا مارغرين، وقعدوا تخدموا فيها واحد 5 دقائق 6 دقائق وحدها راح تلاقي مرحة. شغل الفرينه هذيك راح تشرب الماء، هذاك تشرب السوائل الزايدة كامل. شوفوا تقعدوا تخدموا بها وحدها تلاقي مرحة، يعني ما راهيش اصلا ما راهيش حتعريكم. والفرينة ما فيهاش بزاف جهد كيما نقولوا. شوفوا ما رانيش نعجن فيها نقطع فيها ولا راني نلايم فيها هكذا برك. شوفوا مازالت طرية يعني ما تخافوش منها طول. نحطوها نغطيوها ونخليوها تخمر 20 دقيقة ونفوتوا للحشو. في مقلة نديروا شوية زيت مع شوية زبدة. نضيفوا لهم حبة بصل خضراء كبيرة، تكون شوية كبيرة ولا زوج صغار. نقطعوها شرائح صغيرة ونقليوها. نضيفوا عليها فلفلة حلوة وفلفلة خضراء حارة، فلفل اخضر يعني مقطع صغير بالالوان، وزوج حبات زرودية مرابيين يعني. كاين اللي يقولوا لها السنارية. نخلطوا كلش مع بعضان. شوفوا سهل بزاف هذا الحشو. نخلطوا كلش مع بعضان ونقليوهم. ثم راح يطيب كلش مع بعضان. نضيفوا لهم حبة طماطم، يعني بعد ما يتكرملوا خلاص يذبالوا نضيفوا لهم حبة طماطم مرابية. ما راحش تدي لكم كامل الوقت هذا الحشو هذا، وزاد اقتصادي بزاف. هنا التوابل درت ملح، ثوم بودرة، شوية كركم، شوية كمون، شوية فلفل احمر حلو، وخلطتهم. يعني هنا الحوال تقدروا ديروا واش تحبوا، انا فضلت انه ما نكثرش بزاف. خليتهم طابوا مليح، درت لهم 4 كاس تاع الماء. من بعد كي نشفوا درت لهم كاس بيشاميل، درت مغرفة زبدة مع مغرفة فرينة، قليتهم مليح، درت لهم كاس ونص تاع حليب. شوفوا البنات هذا البيشاميل تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروا كاس كريمة طبخ، تقدروا ديروا كاس عيورت ناتور، تقدروا ديروا فرماج. بصح هذا الخطوة هذه راح تخلي لكم الحشو بزاف معلق، يجي بزاف معلق. اضفت زيتون اخضر مقطع شرائح صغار، اختياري هنا. يعني الخضرة هذيك وحدها راح تجيب بنينة، صدقوني جربوها راح تجيب بزاف بنينة وحدها، بلا حتى اضافات، بلا فرماج، بلا الدجاج، وحدها راح تجيب بنينة. لهنا نجيو نحكمو العجين نتاعنا. بعد ما طلع نقسموها على 3 كريات. انا درت 3 ومن بعد جاوني كبار بزاف قلبتهم 4 كريات. هنا الحجم نتوما الحجم نتوما اللي تتحكموا فيه عفوا. قد ما بغيتوا ديروا الحجم تاعهم ديروه. هذه لاباط البنات تقدروا تخدموا بها بيتزا، المملحات كامل اللي يجيو بها. شوفوا مازالت طريه يعني بعد ما طلعت هي مازالت طريه. نكوروهم كامل ونحلوهم بالفرينه، يعني الفرينه حتعاونكم في الحلة نتاعهم. نرشوا شويه فرينه ونحلو الكريه الاولى.
نحلوها بسمك ماهوش رقيق بزاف وماهوش خشين بزاف. نحيو الزوائد لهنا، نديرو مستطيل ونحيولو الزوائد ونقطعوه كيما راكم تشوفوا. يعني الشكل راهو يوضح أكثر من الهضرة. نديرو الحشو نتاعنا في النص، شوفوا يعني الحشو وحده راه يبان شاهي. ولهنا عندي شوية لحم مفروم، درتلو شوية ملح، شوية كمون، شوية ثوم، شوية فلفل احمر وطيبته، يعني ما درتلو والو، درتلو شوية زيت برك وطيبته. هذا ما كان. تقدروا تستغنوا عليه كيما تقدروا ديروا دجاج وتقدروا ديروا طون. درت شوية فرماج ابيض يعني جبن طري، ودرت فرماج رابي. هنا الفرماج رابي واللحم تقدروا تستغنيو عليهم. نسكروهم بهذه الطريقة. نحيو هذوك الزبائد ونحطوهم في صينية، ندهنوها بشوية زيت برك ونخليوهم يخمروا شوية. ندهنوهم بصفار بيض، زدتلو مغرفة حليب ومغرفة خل على جل باش تروح لنا ريحة البيض هذيك. ندهنوهم كامل الوجه تاعهم بصفار البيض ونديروا لهم شوية سينونج وشوية جلجلان. لهنا كل واحد واش عنده، كاين اللي يحب يدير شوفان، كل واحد واش يحب يدير. ندرت لهم شوية سينونج شوية جلجلان، ندخلوهم الفور يطيبوا مسخن مسبقا حتى يحمروا ونحيوهم. اللي عندها الفور تاعها يشعل من فوق ومن تحت تشعلو من تحت، كي يطيب من تحت تشعلو من فوق. شوفوا الشكل تاعهم بزاف يشهي، والمذاق ما نحكي لكمش، تجربوهم تعرفوا الوصف، تعرفوا البنه اللي فيهم. ان شاء الله ديروا لي جيم وابوني وتبارطاجيو الفيديو، ونتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله.